السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفه بزاف بنينه لازم تجربوها. براونيز في المول الاسطوري بالكراميل والجوز والبنان، يجي بزاف بنين ومعلك من الداخل، لازم تجربوه يبرد على القلب. بدايه نفكركم بالصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اذا كنت جديده في قناتي ما تنسيش الضغط على الاشتراك، واذا كنت قديمه ما تنسيش تخلي لي الجام. كما قلت لكم الجام يهمني بزاف باش يطلع لي الفيديو اكسبلور. اول حاجه في صحن نذوبوا 125 غرام زبده ستار مع 200 غرام شوكولا. لازم تستعملوا الزبده، ما تستعملوش المارغرين. بالنسبه للشوكولا خلطت بين شوكولا سوداء وشوكولا بالحليب، درت 100 غرام شوكولا سوداء وشوكولا بالحليب 100 غرام. خليتهم يذوبوا لي على حمام مائي. ومن جهه اخرى عندي هنايا في ريسيبيون 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ. نديروا لهم كاس السكر. اللي عندها السكر البني دير نصف كاس سكر بني، والنصف الاخر تكملوه بالسكر العادي. اللي ما عندهاش تقدر تستعمل السكر العادي، ولكن من الأحسن البراونيز يجي بالسكر البني. خلطه مليح بلا فوي بهذه الطريقة حتى يذوب لي السكر تاعي مليح في البيض. بعدها نضيفوا رشة ملح ونكملوا نخلطوا بلا فوي مليح بهذه الطريقة. بعد ما حضرت البيض والسكر وحضرت الشوكولا والزبدة خليتهم يذوبوا مع بعضهم، راح نحضروا الآن خليط النواشف. عندي هنايا كاس إلا ربع فارينة، وربع الباقي تاع الكاس كملته بالكاكاو. وعندي هنايا 50 غرام جوز. الجوز اختياري، تقدري ما ديريهش، ولكن هو يمد ذوق هايل في البراونيز تاعكم. كيما قلت لكم هنايا جبت الخليط تاع البيض والسكر اللي كنت خلطتهم مليح لدرجه ما ذاب لي السكر في البيض، وجبت هذيك الزبده اللي ذوبتها مع الشوكولا في الحمام المائي، خلطتهم مع بعضهم بهذه الطريقه بلا فوي. غير نخلطوهم حتى يمتزجوا لنا مليح بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. انايا راح نستعمل المول هذاك تاع 30/10. نتوما تقدروا تستعملوا المول تاع 20/20 يجيكم سوا. هنايا جبت خليط النواشف اللي كنت غربلته وضفته للخليط تاع السوائل ونخلطه مليح، نخلطه غير بشويه بهذا الشكل حتى يمتزجوا لي المكونات مع بعضهم مليح بهذه الطريقه. صدقوني البراونيز هذا بزاف بنين، يعني مع درناه وكليناه ما شبعناهش. بربي ان شاء الله في الايام المقبله راح نعاود نديرو. الوصفه هذه راهي ناجحه والمقادير تاعها مضبوطه. كما راكم تشوفوا المول تاعي غلفته بورق الطهي وصبيت عليه الخليط تاعي. حاولت نسوي السطح تاع الخليط تاعي مليح بهذا الشكل، نفضته باش يتسوى لي ويخرج لي هذاك الهواء اللي فيه. بالنسبه للطياب كنت سخنت الفرن تاعي على درجه 180 درجه وخليته يطيب مدة 35 دقيقة. كما راكم تشوفوا حبيتوا تقسموه هكاك وهو سخون اقسموه، ولكن نصيحة خليوه يبرد مليح وقسموه باش يحافظ على الشكل تاعو. بالنسبة للتزيين انا حبيت نديرو بالكراميل والجوز. كما راكم تشوفوا درت له الكراميل على سطح الحبة بهذه الطريقة، وحبات درت لهم شوية بنان بهذا الشكل، قصيته الى دوائر وحطيته على سطح الحبه تاعي. كما راكم تشوفوا درت خطوط تاع شوكولا اتارتيني، ودرت هنايا كريمه البيستاش اللي تبقى اختياريه، تقدروا تزينوه كيما تحبوا، كيما تقدروا تقدموه هكاك بدون تزيين، لانه الذوق تاعو يجي بزاف هايل خاصه بعد ما يبرد. يعني اذا بات راح يجي بزاف بنين. ننصحكم به ديروه لسهراتكم ولا لضيافكم، حاجه بزاف تحمر الوجه. يعني جربوه على ضمانتي. حقنا دركا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم شهيتكم بالصحه والهنا. ان شاء الله تجربوه، اللي جرباتو تبعث لي التطبيق تاعها على الانستغرام ولا تيك توك. وما تنساوش تخليوا لي رايكم، والسلام عليكم. نتلاقاو في عدد اخر ان شاء الله.